This is the bullet. استقبلنا الاتصال ان في طفل حاشته رصاصه في الراس. ف يعني استغربنا من الامر، يعني طفل في عمره 3 سنوات اصابه بالراس، يعني شيء غريب. لما رحت شفت الحاله انا وياه، فالطلقه كانت يعني داشه من صوب اليمين من هالصوب، من صوب التجويف الراسي، وثابته في تحت في قاع الجمجمه. فلما سالنا الاهل، يعني شوف يعني قصه غريبه جدا. يعني الياهل كان يلعب في الحوش ويا اخوانه، فجاه طاح. فالخادمه انتبهت عليه هي والاهل، فيو شالوه على بالهم ان الياهل طاح وتعور. فلقوا ان الدم، الياهل كان مثلا يحرك ايده ويبكي، فجاه فقد الوعي، جابوه المستشفى، سووا له الاشعه المقطعيه، اكتشفوا انه في رصاصه بالراس. ونزيف باين من يعني من الدخول من هالصوب الى ثبات الطلقه في الجزء الايسر من الراس. فرحت انا، حولنا المريض الى العمليات، فتحنا المريض، لقينا فيه تجمع دموي خارجي، المخ كان وايد تنس، يعني شديد الضغط داخله، يعني ضفنا النزيف كله. بعدين وصلنا الى الرصاصه وشلناها مع تنظيف حوالينها، ونوقف النزيف اللي كان موجود. يعني هذا الطفل عمره 3 سنوات، احتمال انه يكون، يعني ما بتكلم، يمكن الاهل يسمعون ولا شيء يضيق خلقهم، بس هذا واقع. يعني يمكن يعني الله سبحانه وتعالى الحين ان شاء الله ان انقذ حياته، وان شاء الله يمت في عمره، بس يمكن احتمال تكون في اصابه اعاقه، عدم النطق، عدم الحركه. يعني شنو ذنب الطفل هذا من يعني من ظاهره سلبيه ان الواحد في الاعراس يرمي؟ يعني شنو الهدف من عنده؟ ما ندري. يعني ما له داعي. يعني انت انظر، ان انت نفس ما تبي تستانس في الحزه هذه، انظر انك راح تسبب لك فاجعه حق الاشخاص الثانيين. يعني هذا طفل قاعد يلعب بالحوش بيتهم، ما له اي ذنب، ما له اي ذنب. طفل قاعد يلعب في الحوش، يعني طفل حاله حال اي الاطفال الثانيين، فجاه يكون يمشي على ريوله، باكر ما يمشي على ريوله. شنو ذنبه لما اذا الله مد في عمره يكون هو مقعد والاطفال الثانيين يلعبون على طيش؟ شو نقوله؟